السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواننا وحبايبنا جمهور عصام وسمير وكلام في الكورة مع سمير الاهلاوي وعصام الزملكاوي. ما تتعدل يا عم، في كام سؤال عايز اسالك لا عن اصل سمير. افتكرت رامي ربيع. يعني انت جاي تفتكر دلوقتي رامي ربيع اما جاي نحكي معاك في الكورة يا سمير انا؟ لا كمل كمل ها؟ كمل. طب ما انت سديت نفسي، نكمل ازاي يعني؟ ها؟ نكمل ازاي وانت سديت نفسي؟ ليه سديت نفسك؟ طب عني نغفل لي خمسه وشوف عايز تقول ايه. ابقى انت وشيكابالا ورامي ربيع يا عم. سمير هنخلص الله يبارك فيك يا شيخ. ايه؟ هنخلص بس المواضيع اللي جاي نسالك فيها دي. اتفضل يا باشا. اول سؤال، قوم راح. طبعا بما ان انت راجل اهلاوي وهتحب التحكيم وهتحب البطولات وما تحبش ان الاهلي يتهزم، صح؟ صح. في سؤال واحد هنسأله لك انا وانت تجاوب لي عليه، مش انت راجل اهلاوي جاوبنا عليه. اتفضل. ليه الزمالك، ها؟ ليه الزمالك لما الاهلي يلعب مباراه يتعادل فيها او يتهزم، ثاني مباراه تلقى الزمالك اتهزم؟ ايه السر؟ اديني السر يا اخي. هو مش سر، هو انتوا كده يا عصام اصلا. هو انتوا كده. هو انت اخوكم يوم ما تفوزوا بطوله تناموا لكم موسمين، يوم ما تفوزوا لكم مباراه تهزموا ثلاثه، ودي مش جديده يعني. وبعدين يعني ده حتى المدير الفني بتاعكم هيقول انا هعمل ايه باللعيبه وهم كلهم كاسين الثلاثينات، مع ان الراجل ده حد ملي الارقام غلط. تكسرين الستينات. لا هو الرئيس صراحه ما كذبش، احنا صح اعمار الفريق بتاعنا يعني تخطت حاجز ال 30. بس انا نفسي نفهم، هل احنا هنجاملوكم؟ جملونا في ايه؟ طب مش المفروض يا عم سمير بالراحه بس؟ يا ابن الحلال، احنا دلوقتي هننزلوا مباراه، هناخدوا منكم حته الفتابل بتاعتكم، لا هناخدوا الشروط بتاعتكم. لا طب هتجاملونا فيه؟ هتلعبوا مكاننا ربع ساعه؟ يا ابوي لا. طب امال هتجاملونا فيه؟ ما هن- هذه الكوره وهذه الملعب. طب ما دقيقه يا حبيبي. والعب يا حماد. لا اله الا الله محمد رسول. يا عم اسمعني بس، ما تزوقش في المواضيع. حاضر. ليه؟ يقول لي المفروض يعني احنا كزملكاويه شفنا الاهلي اتعادل، يعني نخسر كام نقطه؟ نقطتين، صح ولا يا عم محمود؟ صح ولا لا؟ تمام. طيب ليه احنا هنتهزموا بعديكم مباشره؟ طب ونضحكوا على مين؟ يا عصام انتوا في الدوري عشان الضحك. الزمالك لا، ازاي عاد الزمالك قيمه وقامه تقول عشان الضحك؟ لا اله الا الله. طب هو الضحك وحش؟ لا اله الا الله. طب الضحك وحش؟ لا مش وحش، مش وحش الضحك. امال ايه؟ بس انا في عقده الخوايد اللي موجوده عندنا احنا. يا المفروض عصام يبقى عندنا في حافز وروح وعزيمه. شفنا الاهلي تعادل ثاني مباراه نفوزوا، لكن احنا هنتهزموا. يا عم في تجديدات هتجيبكم. ها؟ في تجديدات. إحنا؟ هتشتروا اللعيبه. لا ها؟ احنا لا شلتوا أنا- الجماعه اللي قاعدين على الدكه دول، ما هو- هتونسوا النار كله. لا ما شلناهم. طب امال ايه؟ انا عايز تفوز ازاي انت؟ انت قلت ايه دلوقتي؟ الجماعه اللي على الدكه هتونسوا النار لا كله. لا لا انت قلت ايه دلوقتي؟ هم؟ انت قلت ايه دلوقتي؟ في تدعيمات. اه طب عايز نقول لك على حاجه يا عم سمير. اه احنا عايزين في كل مركز لاعب، مش انتوا عندكم في كل مركز انتوا صراحه عايزين ثلاث لعيبه بقى. انت عايزين في كل مركز لاعب، وعايزين في كل دكه لعيبه، وعايزين عايزين في كل ايه ريح عاد، ريح ها؟ عن كلمه جد والله. والله انا كلمه. بس خلاص هاديكم شايفين يا اخواننا، كل ما نجي نتكلم معاه في الكوره يحط علي ويحفل علي. ده ينفع الكلام ده؟ ليه يا عم سمير كده يعني؟ اديني حقنا يا اخي، اديني احساس ان انا قاعد يعني، اديني احساس ان في زمالك هينافسكم على الدوري. لا 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 لا، مالك؟ هينافس هينافس. انت كنت في المركز الكام الدور اللي فات؟ اه مهدد بالهبوط. طب امال انت هتتكلم تقول ايه هينافس؟ دي ايه هينافس؟ في ايه اسمها هينافس دلوقتي؟ طب انت، الموضوع ده تنساه. انت راجل زملك، انت راجل اهلاوي، لا مؤاخذه في اللفظ يا شباب. انت راجل اهلاوي صح، والناس كلها عارفاك ان انت اهلاوي. عايز بيراميدز ينافسك ولا الزمالك؟ والله انا كراجل اهلاوي، أيوة. انا عايز الزمالك ينافسني. طيب تعادل، احترم نفسك. ايوه كده. طب هنضحك على مين؟ عايز الزمالك ينافسني، بس انتوا ايوه يعني مش ند المنافسه. معلش يا عم عصام. مش ند. لا لا مش طب ند. ادينا النصيحه، مش ند المنافسه. ادينا النصيحه. ما انا قلت لك يا عم النصيحه. عايز انت عايز تشيل النادي من قدر وتعمله تاني، لا لا. باللعيبه بالكوره بكل الجمهور.